قدم الجزائري رياض محرز مستويات رائعة خلال مواجهة فريقه الأهلي السعودي ضد الريان القطري. وشارك محرز أساسيا في مباراة الأهلي ضد ضيفه الريان ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025. ونال رياض محرز تقييما مرتفعا في المباراة ضد الريان بلغ 9.5 من 10 وفقا لمنصة سوفا سكور، ليصبح الأعلى بين لاعبي الفريقين. وسجل محرز هدفي الأهلي في المباراة بالدقيقتين 73 و83 ليكرر الأهلي فوزه على الريان ويتأهل إلى ربع النهائي. وبالأرقام، قام محرز ب4 تسديدات على مرمى الريان سجل منها ثنائية، كما قام محرز بمراوغة ناجحة صحيحة في اللقاء. وبلغت دقة تمريرات محرز 85%، وفاز ب4 صراعات مع لاعبي الريان، ونجح في استخلاص الكرة ب3 مناسبات. يذكر أن محرز سجل 14 هدفا وصنع مثلها خلال 34 مباراة خاضها مع الأهلي في كل البطولات هذا الموسم. ما رأيكم مشاهدينا في مستوى رياض محرز اليوم؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك ولايك للفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.